حموكش احنا عندنا امتحان بعد 3 ايام، هنعمل ايه؟ والله ما انا عارف يا برشامة، عايزين نذاكر وعايزين حد يذاكر لنا كمان. طب ايه رأيك لو قلت لبابا ان يذاكر لنا؟ ايوه يا ابني، بس باباك بيروح الشغل، هيذاكر لنا ازاي؟ يا عمي انا هقوله وممكن يذاكر لنا بالليل. ازيكم يا اصحابي، انا جيت. انت ايه اللي جابك يا زلطة؟ في يا برشامة، وانت بتعاملني كده ليه؟ يا عم انت عارف ان انا مش برتاح لك ولا بحبك اصلا. انت نسيت اللي عملته فيا لما خليت المستر صالح يضربني؟ يا برشامة ده كان موقف عدى يا برشامة، خلي قلبك ابيض. خلاص بقى يا برشامة، طول عمرك قلبك ابيض يا اخي. سامحه المرة دي يا برشامة ومش هيعمل كده تاني. ايوه بجد يا برشامة، مش هعمل كده تاني. والله ما حدش موديني في داهية دي غير طيبة قلبي. خلاص يا زلطة، اعتبر ان انا سامحتك. طول عمرك قلبك ابيض يا اخويا برشامة والله. قولوا له بقى، انتوا متجمعين في ايه؟ خير ان شاء الله. يا ابني هو انت مش عارف ان احنا عندنا امتحان بعد 3 ايام ولا ايه؟ امتحان وبعد 3 ايام؟ بصراحة برشامة. طب ركزوا معايا دلوقتي وقولوا لنا هنعمل ايه. يا ابني ما احنا اتفقنا خلاص، هتروح تقول لي باباك ان يذاكر لنا. طيب اروح انا اشوف بابا. يلا بينا يا زلطة نروح القهوة احنا لحد ما يجينا برشامة. يلا بينا يا حموكشة، هلعبك دور ضمنة هكسبك فيه. انت بق يا زلطة، تعال وريني يلا. يا ترى انت اتأخرت ليه يا حاج؟ مساء الفل يا ماما. اهلا، مساء الفل يا حبيبي. كنت فين يا شملول؟ كنت يا ماما بشوف اصحابي علشان نذاكر. امال هو بابا فين؟ باباك لسه ما جاش لحد دلوقتي، اتأخر مش عوايده. وانت عايز باباك في ايه؟ عايزه يا ماما يذاكر لنا انا وحموكشة وزلطة اصحابي. يا ابني اسكت، سيب ابوك في اللي هو فيه. ابوك لسه ما جاش من الشغل دلوقتي. ماما انا امتحانات كمان 3 ايام يا ماما، يعني انا لو سقطت هتبقى انتوا السبب. ليه يا روح امك؟ امال انت طول السنه بتعمل ايه يا واد؟ السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام يا حاج. ازيك يا برشامة، اخبارك عامل ايه؟ انا كويس يا بابا الحمد لله. انا كنت عايز منك طلب يا بابا. قول يا حبيب بابا، عايز ايه؟ بابا الامتحانات كمان 3 ايام وعايزك تذاكر لي انا واصحابي. يا واد اسكت، مش انا قايله لك اسكت؟ ابوك لسه جاي من الشغل. خلاص يا حاجة، سيبيه براحته. خلاص يا حبيبي اتفقنا، روح هات اصحابك وتعالى انا اذاكر لكم. تسلم لي يا بابا، والله انا بحبك قوي. والله انك اونطاجي وبتاع مصلحتك كمان. الله يسامحك يا ماما. بعد اذنك يا بابا، اروح اجيب اصحابي واجي. قومي يا حاجة بعد اذنك جهزي لي الغدا. من عينيا يا حاج، حاضر. ربنا يحفظك يا برشامة يا ابني، ويهديك ويصلح حالك يا حبيبي. مش بقولك يا ابني ان انا هغلبك واحط عليك علشان بعد كده ما تتكلمش معايا تاني. حموكشة على فكرة انت لعبك مش كويس، انت بتزور في الورق. هو انت اخرك كده يوم ما اغلبك تقول لي انت بتزور في الورق. ادي برشامة جه يشهد على كلامك. يلا بينا يا حموكشة انت وزلط عشان نروح نذاكر. طب خلينا قاعدين شوية يا برشامة وبعد كده هنقوم نذاكر. يا ابني حرام عليك، شوية ايه كمان يا ابني؟ ما فاضلش الا 3 ايام يا حبيبي، عايزين نذاكر. يلا بينا يا برشامة، ما عندناش وقت نضيعه. طب يلا بينا يا رجالة. انا جيت يا بابا وجبت اصحابي كمان اهو. اهلا بيك يا حبيب بابا انت واصحابك. يلا بقى كده، عاوزكم تقعدوا زي الشطار كده، وهسألكم اسئلة المتوقعة ممكن تيجي في الامتحان. يا ريت يا عم والله، علشان الواحد يعرف يحل في الامتحان كويس، واحنا مستعدين لكل الاسئلة. شطار حبايبي شطار. يلا اقعدوا كده زي الشطار عشان اعرف اسألكم. يلا بقى نبدأ الاسئلة كده. تحبوا ابدأ بمين فيكم؟ ابدأ بي انا. السؤال الاول،
ما هي أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة هي سورة العلق. يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. برافو عليك يا حموكشة، ما شاء الله. السؤال الثاني لابني برشامة: كم عدد سور القرآن الكريم؟ الإجابة 114 سورة. برافو عليك يا برشامة. السؤال لك انت يا زلطة: كم عدد كلمات القرآن الكريم؟ الإجابة 77,439 كلمة. شاطر، لحد دلوقتي ما شاء الله عليكم كلكم شطار. 9 في 5 بكام يا حموكشة؟ 9 في 5 45. برافو عليك. 12 في 9 بكام يا برشامة؟ 12 في 9 ب108. 16 في 5 يا زلطة ساوي كام؟ 16 في 5 ب80. السؤال لك يا حموكشة: ما هو الحيوان الذي ذكره القرآن 25 مرة؟ الإجابة هو الحمار. السؤال بيقول لك يا برشامة: ما هو اسم الجبل الذي وقف عليه سيدنا موسى عندما كلم الله تعالى؟ اسم الجبل جبل طور سيناء. السؤال ليك يا زلطة: ما هو اسم البحر الذي عبره سيدنا موسى عليه السلام؟ الإجابة هو البحر الأحمر. بسم الله ما شاء الله عليكم يا أولاد، يعني ما شاء الله حاجة تفتح النفس كده. دلوقتي احنا خلصنا، عايزكم تروحوا تناموا، وأول ما تصحوا تراجعوا مرة على اللي انتوا ذاكرتوه دلوقتي، والحلقة الجاية نكمل إن شاء الله. السؤال ده مني أنا للمتابعين حبايبي: ما هي اسم الشجرة التي أكل منها سيدنا آدم وزوجته حواء فأخرجهم الله تعالى من الجنة؟ اللي يعرف الإجابة يكتب لنا في الكومنتات. وما تنسوش كمان يا حبايبي تروحوا تشتركوا في قناة اليوتيوب، هسيب لكم الرابط في أول كومنت. وشكرا جدا للناس العسل اللي بتكتب لنا كلام حلو وجميل زيها كده، وشكرا لكل حبايبي اللي بيسألوا عليا. أشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي، ودلوقتي هسيبكم مع أفضل 10 كومنتات من الفيديو السابق.